السلام عليكم. النهارده هنشرح جرامر يونت 11. بس قبل ما نبدا الفيديو تعال اعرفك بنفسي. انا انس من بورسعيد، وبعد ما اتخرجت من كليه الألسن حصلت على 4 شهادات في اللغه الانجليزيه، واللي تهمك معرفتها هي شهاده التيسل، هي تدريس اللغه الانجليزيه لغير الناطقين بها. ممكن شهاده الفونيتكس والفونولوجي كمان. يلا بينا نكمل. الريليتيف كلوزز. النهارده هنشرح قاعده ضمائر الوصل اللي بتشكل ازمه عند بعض الناس، وده الفيديو اللي هيفهمك الدرس. زي ما اتفقنا عشان نفهم اي قاعده لازم نعرف بالعربي المعنى اللي القاعده دي بتوصل، وازاي بنستخدمها وليه. بالنسبة للمعنى فهو اتشرح خلاص، وانت اوريدي سمعت ال3 جمل تطبيق عليه، لان المقابل بالعربي لبعض ضمائر الوصل بالانجلش هو كلمة اللي. مش فاهم برضه؟ تعال اقولك. عشان افهمك اكتر هقولك ان قاعدة الريليتيف كلوزز بتجنبنا ان احنا نستخدمها. ركز معايا كده. اول جملة قلناها بالعربي النهاردة هنشرح قاعدة ضمائر الوصل اللي بتشكل ازمة عند بعض الناس، والجملة دي اصلها كان النهاردة هنشرح قاعدة ضمائر الوصل. قاعدة ضمائر الوصل بتشكل أزمة عند بعض الناس. والجملة التانية اللي قلناها برضو كانت وده الفيديو اللي هيفهمك الدرس. كان أصلها وده فيديو، الفيديو هيفهمك الدرس. قول لي انت ايه رأيك؟ شو الجملتين طوال شوية فيهم قلة سلاسة كده ومش مستساغين قوي. هنا طبعا علماء اللغة اتدخلوا وقالوا بص، بدل ما نقولها تاني هنقول كلمة مختلفة بدلها تربط لنا الجملتين في جملة واحدة. تعالوا نشوف كده. بدل ما نقول هنشرح قاعدة ضمائر الوصل وقاعدة ضمائر الوصل بتشكل أزمة عند بعض الناس، قلنا هنشرح قاعدة ضمائر الوصل اللي بتشكل أزمة عند بعض الناس. ونفس الكلام في الجملة التانية. بدل ما نقول ده فيديو الفيديو هيفهمك الدرس، قلنا ده الفيديو اللي هيفهمك الدرس. حلو قوي. احنا كده خصصناها بالعربي. تعالوا كده نشوفها بالانجلش باستخدام الطريقة اللي من غير بلاغة. هنقول Today we shall explain the relative clauses rule. Some students find the relative clauses rule difficult. ولما نستخدم بقى ال relative pronoun that هنقول Today we shall explain the relative clauses rule that some students find difficult. خدت بالك؟ قلنا the relative clauses rule مرة واحدة بس، المرة التانية قلنا that. طيب تعال نشوف كده المثال التاني. بدل ما نقول This is a video, the video will make you understand the rule. هنقول This is the video that will make you understand the rule. طب شوف كده آخر مثال معايا. بدل ما نقول I installed a game yesterday, I played the game. هنقول I played the game that I installed yesterday. وبس كده. ده كان شرح سريع ومبسط لمعنى ضمائر الوصل واستخدامهم بالانجلش، وعرفنا احنا بنستخدمهم عشان نتجنب عمل ايه. وطبعا غير ذات بنستخدم ضمائر وصل كتير زي which who where. هيتم شرحهم في فيديو التدريبات اللي هتناول اهم خطأ شائع الطلبة بتقع فيه لما نستخدم relative clauses. في الختام بنقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.